خويا امين شي نصيحه على الايكوم لوكال. اخويا النصائح على الايكوم لوكال بزاف ديال المرات كنعطي نصائح، وكاينه واحد النصيحه اللي هضرت عليها اليوم، هو ان كاين بزاف الناس اللي باغيين يبداو الايكوم لوكال، الناس اللي ما عندهم حتى تجربه في الانترنت وما تعرفوش ما كيعرفوش ما كيعرفوش بعدا عالم ديال العمل في الانترنت. وكنلقاو هاد الناس للاسف انه كيبغيو يديروا التجاره الالكترونيه و في الحقيقه ما كيعرفوش يبداو التجاره الالكترونيه، بحيث انهم مثلا بحال مؤخرا كنلقاو ان واحد الفئه كبيره ديال الناس ما قدرش يفرق ما بين الافيليت ماركتين وما بين انك دير التجاره، لانه باش دير الافيليت ماركتين حاجه ودير التجاره حاجه. انت الا كنتي غدير التجاره الالكترونيه خاصك تعرف واحد القضيه، انك خاصك دير التجاره. هاد الالكترونيه ما تخليهاش تصيدك، ما تسمعش الالكترونيه صاحبك راه هي الانترنت، راه الالكترونيه فيها غير التسويق وداك الموقع او السطور. اما خويا خصك تعرف دير التجاره، والتجاره يا اخي الكريم راه عندها بزاف ديال الاساسيات، عندها بزاف ديال القواعد، عندها بزاف ديال الاسرار. راه التجاره ماشي اي واحد كيتلح ليها، التجاره راه علم وفن وبزاف ديال الحوايج. ملي تنقول هاد الهضره ماشي كنقولها انطلاقا من واحد جالس، لا كنقولها لك ولد الحرفه. راه التجاره ماشي يجيو تلح ليها. دابا اش كيوقع؟ بزاف الناس تيتلاحوا كيشوفوا كيف تبحث عن النيش، كيف اشتري الاسواق، اشتري السلعه من الاسواق المحليه، ضع لها، حطها هذا بعدا اللي قالوها في السطور، حطها في السطور، اعمل لها الاشاره في فيسبوك، قم بالعمل الكونفيرميشن، كل شيء. ونفس الهضره في هذا الشيء. هذا كاين واحد النوع ديال الناس ولا مشى معك في واحد البعد اخر ديال حنا غنجيبوا لك السلعه وانت بيعها. بالله عليك هل تعتبر هذه تجاره؟ حيت الا كنتي كتعرف او تقول هذه تجاره، انت واحد الشخص بعيد عن التجاره، اؤكد لك مليار في المئه بعيد عن التجاره. اشنو هي انا نجيب لك برودوي وسير انت بيعوا ليا؟ راه انت وليتي هنا ما كديرش التجاره، هنا راه وليتي انت مسوق. وشتان بين ان تمارس التجاره وبين ان تكون مسوق. ملي كتكون تتسوق شي حاجه اللي ماشي ديالك ما تعودش على هذاك الشيء، غتزيد به لقدام، لانه انت اصلا ما كتعرفش دير التجاره، كتجيب غير سلعه وكتبيعها. فهمتيني؟ زيد المهم كاين واحد الباب كبير خصو غيتفتح في هذا الشيء. يزيد عليها انك انا لا الا انت خدمتي ليا انا كتبيع ليا، بحال اصحاب التليجرام نيت هما بحال هذوك اصحاب التليجرام، انك انت مثلا انا نجيب لك برودوي وبيعوا ليا مزيان، انت تتبيعوا ليا، يعني انت ملي كتبيعوا ليا كتعطيني وانا كنصيفطو للناس، يعني ديجا تنعرف الكليان، كنشد من عندك هذا الكليان وهذا وصاحبك كنشد من عنده هذا الكليان وهذا، كنبني واحد لاباز دوني. هاد لاباز دوني عندي مثلا هاد البرودوي هذا كيشريوه من عندي بزاف الناس. المره الجايه اللي غنبيع هاد البرودوي، المره الجايه عندي الباز دوني ديالك انت اللي عطيتيها ليا، اللي سوقتيها، اللي عند بالك انت، اللي ديالك، شديتها وشريت برودوي اخر وصيفطو ليهم بلا ما نرجع ليك. هذه غير حاجه من الحوايج اللي ممكن انهم يداروا. فينا هي قاعده الربح في الشراء ماشي في البيع؟ فينا هي قاعده العلاقات الانسانيه في السوق؟ غدا ولا بعد غدا تعتقد انه بهذه الطريقه هذه اللي كتعتقد ان راسك انك انت داير التجاره، كتعتقد ان بهذه الطريقه تخدم بها 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين؟ انت اللي بغيتي تخرج من قرايتك باش تخدم بهذه الطريقه، انت اللي بغيتي تخرجي من خدمتك باش تخدمي بهذه الطريقه، واش كتعتقد هذه هي التجاره؟ انا راه ماشي تنقول التجاره صعيبه، هي خصك تعرف ليها. يعني انت خرج من خدمتك، وغالبا هاد الناس ناس مبتدئين غيخرجوا من خدمتهم، غيخرجوا هذا غادي تبان ليه خدامه، وغادي تسنى ديما واحد يعطيك برودوي تمشي تبيعو. انت راه هنا تتسمى افيليت ماركتر، غير باش تكون عارف بعدا راسك بعدا في السوق سميتك. انت راه ماشي تاجر، وانت خلص وانت تيستي ليا لي برودوي، لان انا غنجيب بزاف ديال لي برودوي وانت سير تيستيهم، انت اللي سير تيستيهم ماشي انا ما غنخسرش الفلوس. سير انت خسر فلوسك، خسر فيسبوك ادز، شوف الطريقه باش كتخدم نتايا اس ام اس ماركتين، شوف انت باش خدام. سيرتي ليا لي برودوي، تنعرف ان هذا البرودوي كيتمشى ليا بزاف مزيان، حطوا ليا هنايا، عندي الداتا ديالو، حطها ليا هنايا. واش انت عند راسك اخويا تدير التجاره هنا؟ راه اشكال. فالمشكل ان بزاف الناس كيعتقدوا راسهم كيديروا التجاره وهما في الحقيقه ما كيديروش التجاره. فلهذا خصك الا بغيتي تبدا بدايه حقيقيه في التجاره الالكترونيه خصك تبدا من السوق اخويا، هذه هي نصيحتي ليك. خصك تبدا من السوق، لان السوق ما ساهلش باش تكون عارف بعدا هذه القضيه. اما فيسبوك ادز والسطور وكيفاش تكونفيرمي والليفريزون
راه ماشي شي حاجه، كون واللي بغى يسوقها لك انها شي حاجه واعره، انا تنقولها لك بسيطه، واتحدى من سيقول غير ذلك. اتحدى، لانهم تيكبروها لكم باش يبيع لك كورس في الاخر. ما كونفيرماسيون خصك تعرف القواعد باش تكونفيرمي. ابسيل واش انت كتسنى شي واحد يشرح لك كيفاش دير الابسيل اخويا؟ راه خاصك انت تكون مبدع. الا قلت الله اكبر، راه انت خاصك تكون مبدع اخي في الابسيل. واش نتوما نفس السكريبت اللي تيقول لكم شي واحد خاصكم تقولوا لهذا ولا هذا؟ نفس الاستراتيجيه صاحبي، ما كاين لا ابداع لا والو. ما تانوفيش شي حاجه من عندك. راه كاين كما قلت، كاين بزاف ديال اللعيبات، وللاسف ان بزاف الناس اللي مقدمين الناس مبتدئين. المبتدئين التجاره، وملي تنقول مبتدئ راه لا يعني يا صديقي تضرب 1000 درهم في النهار ولا 2000 درهم في النهار رباح. تنهضر لك نت بروفيت 3000 درهم نت بروفيت، نت يعني خرجتي كلشي نت، راك انت محترف. راه اللي كيحكم عليك انت واش محترف ولا ماشي محترف طريقه الخدمه ديالك. ماشي كتطبق هذه المساله لقانيش نمشي للسوق نسول على الثمن الكونتيتي نمشي نديرها في ستور هذا وتضرب بها 1000 درهم نت بروفيت وتتوهم راسك انك تدير تجاره. الاشكال اللي غيوقع عندك هنا ان راه خاصك تعرف واحد القضيه، ان التجاره الالكترونيه في المغرب راه غادا للاسوء، راه ما غاداش للمزيان. راه الناس ولاو تيعيقوا تنبيعوا ونشريو في قشاوش عاشوره، كنبيعوا ونشريو في قشاوش عاشوره. بنادم كتوريه برودوي كيشد برودوي تلقاه على علاقه تيبدا يتشكى. وراه كما قلت في انستغرام، نتمنى ان يكون هناك تسجيل ديال اونتلانتيك راديو. راه كان واحد البرنامج على التجاره، شوفوا شحال الناس تيدوروا كيتشكاو. اللي خدام بهذه الطريقه كن على يقين، بل اجزم لك عن هذا انه راه ما غاديش تطول. راه واخا تضرب 1000 درهم خارج من قرايتك مسخوط الوالدين حيت وليتي كضرب 1000 درهم، من هنا عام ولا عامين ما غاديش يبقى هادشي، ولا 3 سنين الله اعلم ما يبقاش موكلك هذاك الشيء. وفي نفس الوقت عندنا واحد السيد سميتو احمد، بدا من السوق وبدا بدي استراتيجي من السوق وعرف راسو فين غيوصل. دير استراتيجيات. واحد النهار شفت شي ناس كيضحكوا ليا على الاستراتيجيات، حيت تنعذركم مكلخين. ما غاديش. راه خاصك يكون عندك استراتيجيه الشريف، استراتيجيه على المدى القصير، استراتيجيه على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. واش انت خويا كتخدم التجاره بلا ما يكون عندك دي استراتيجي؟ وكتضحك على واحد بحالي كيقول لك خاصك تخدم دي استراتيجي؟ حيت اللي شارح لك واحد هو انك تمشي للسوق تقلب على النيش وتشدا. والبيغ دو سا الناس اللي كيمشيو للتليجرام، انت باش تمشي تقدم التليجرام الله يهديك. تليجرام دخل ليه شوف السل الجديد ما نتقداش منه اخي. فالموضوع كبير في هذه النقطه هذه، كاين بزاف ما يتقال. ودن المغرب غادي نستاذنكم باش نساليو هذا اللايف هذا. نتمنى ان شاء الله ان نلقاكم في لايف مقبل باذن الله. لذلكم حين دمتم في امان الله والى اللقاء.